بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بحبايبنا في مصر وفي الجزائر وفي المغرب والعراق وفي كل الدول العربية. الجمال هدف كل انسان سوي، وحب الجمال يبقى زايد شوية عند البنات. حضرتك مش محتاجة خاتم سليمان علشان تبقي جميلة، بايدك تبقي ملكة جمال. حط الهدف ده قدامك واشتغلي عليه كل يوم 10 ايام، والله 10 ايام وهتلاقي نتيجة. كل المطلوب من حضرتك تكملي معايا علشان توصلي لهدفك. بص حضرتك، انا كسلانة وما بحبش القوانين وما بحبش حد يقول لي ما تاكليش كذا وما تعمليش كذا، ومعيش فلوس اجيب مكسرات ولا زيت سمسم ولا زيت زيتون ولا ما شابه. انا كسلانة جدا. اهلا بيكي. عارف حضرتك المدرس الكسلان اللي هو واقع منه القلم وهو بيشرح للتلاميذ، بص لهم وقال لهم الحصة خلصت؟ انا كده. طيب انا هقولك تعملي ايه. 3 دقايق بالظبط وهقولك انت يا كسلانة تعملي ايه، وهتخسي وهتنزلي ويبقى عندك جسم مثالي، بس طبعا مش زي الملتزمة. 3 دقايق بالظبط وهقولك. شوفي، ربنا سبحانه وتعالى خلق في كل بنت جمال من نوع خاص جدا عندها هي، بس دورها بقى تبين الجمال ده، مش تقضي عليه وتستسلم بقى للعادات اليومية لحد ما تلاقي نفسها برميل والوش مطفي وعليه سواد غريب. مسألة بسيطة جدا. ما تخليش قوة العادة تأثر عليكي، تأثر على حياتك، تأثر على جمالك يا ملكة الجمال. من صار على الضرب وصل. خلي عندك تخيلي نفسك وصلت لهدفك. خلي عندك إرادة، اشتغلي على كده هتوصلي. نفذي كل كلمة وكل قانون هنقوله مع بعض. الحلقات دي مش معمولة للبنات التخان بس عشان تخس ابدا، الحلقات دي معمولة كمان للبنات النحيفة اللي عايزة تتخن، بس هتغيرك شوية من قانون بذر القطونة اللي قبل الاكل والكمون والليمون اللي قبل الاكل. احنا بندور على جسم مثالي صحي جميل، مش هدفنا بس التخسيس. شيري الحلقات دي لبنتك، لامك، لاختك، لكل واحدة تهمك وعايزة تفيديها. وخلي بالك طويل معانا، واوعي تكسري اي قانون. وبعد 10 ايام اتحداكي لازم تلاقي تغيير. اوزني نفسك في اول يوم واليوم العاشر، ولو لقيتي اي تغيير حتى لو نص كيلو يبقى في امل. استمري والى الامام. يلا بينا الحلقة النهاردة. وايه الجديد عندنا؟ الجديد عندنا الكسلانة اللي مش عايزة تلتزم باي قوانين، واللي عايزة تخس، واللي عايزة يبقى جسمها مثالي وجميل من غير ما تتعب ومن غير ما تحرم نفسها ابدا. اولا احنا البرنامج بتاعنا مش حرمان نهائي. تعالى مع بعض حضرتك كده نقولك تعملي ايه ايتها الكسلانة علشان تبقي جميلة وامورة وملكة جمال. بصي، الاكل بتاعك اللي انت بتاكليه عادي جدا، حطيه زي ما هو، بس تعملي حاجة بسيطة قوي. ايه هي؟ هتمضغي الاكل ببطء شديد جدا. هتمضغي الاكل فترات طويلة، مضغة واتنين وتلاتة واربعة، المعتاد من 5 ل10. ده العادي. انت حضرتك زودي شوية، خليها من 10 ل30 مضغة لحد ما الاكل كله يتهرس خالص، يبقى مية جوه بقك. وابلعيه حبة حبة ومصيه شوية شوية، حبة حبة، لحد ما تخلصي المضغ نهائيا. يعني المضغة تاخد وقت طويل جدا. بس كده، بس كده. ايه تاني؟ بدل حضرتك ما تملي المعلقة قوي، يا ريت تبقى نص، يعني نص معلقة. يعني نص معلقة الرز اللي انت بتاكليها، بدل ما تاكلي معلقة رز كاملة يبقى نص، ومضغ طويل جدا. بعد 20 دقيقة هتشبعي. شوفي، انت حضرتك المفروض تاكلي 20 دقيقة. لو بدأت المضغ 20 دقيقة، بس 20 دقيقة هتشبعي. يعني عايز اقولك حتى لو قعدت تمضغي كده 20 دقيقة كده، تحركي بقك في الهوا كده، هتلاقي نفسك كأنك امتلأتي. ليه؟ خلاص الجسم خد على كده. يبقى ما ناخدش الاكل كده كله مرة واحدة ونبلع كله مرة واحدة، لا. امضغي الاكل ببطء شديد جدا. قللي كمية الاكل اللي بتاكليها في كل مضغة، وشوفي التأثير ده بعد 10 ايام برضو. بس هنا ممكن تنزلي نص كيلو ولا حاجة او ربع كيلو، مش مشكلة، هتنزلي. اشربي مية وانت بتاكلي او قبل الاكل بشوية.
اشربي ميه، هتحسي بالشبع. بس كده. سهله كده؟ لا كده سهله قوي، انا هعمل كده اهو. تمام. طيب ادي الكسلانه خلاص خلصنا منها واقنعناها. تمام. نيجي بقى على الناس اللي عندها اراده وعايزه تنطلق، ويلا بينا بقى نقطه الانطلاق هتبقى عامله ازاي. ورقه وقلم وهنكتب مع بعض، بس للاسف الشديد مش في الحلقه دي عشان تبقى حلقه بسيطه يعني قليله الوقت. هنبدا في الحلقه الثالثه مع الناس اللي عايزه تلتزم فعلا، وهنبدا نكتب بقى واحده واحده من اول النقطه صفر هنعمل ايه، وهننفذ كل كلمه بنقولها. ومبروك عليك يا ملكه الجمال، احنا بنتكلم دلوقتي في الجسم المثالي، وان شاء الله هتوصلي. والف الف مبروك على جمالك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.